ايه رأيكم بقى اما نعمل احلى واسهل حلا ممكن تاكلوها؟ حاجة كده حلوة ساقعة تنعنشنا كده في الوقت اللي احنا فيه دوت، في الحر اللي احنا فيه ده. اول حاجة معايا باكوين بسكوت كبار، او حسب الصينية بتاعتك هتجيبي فيها ايه، تحطي فيها بسكوت، اي بسكوت بقى عندك. ده انا حاطه بسكوت اللي هو بتاع الشاي سادة. هرصه كده بقى في الصينية بتاعتي، احط طبقتين، يعني ايه تملي الصينية كلها. المتكسر ده برضو هحطه في الحتت اللي هي مش متظبطة قوي. قبل اي حاجه بقى كنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واشتركوا لي في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وحطوا لي لايك لو لسه ما حطيتوش، واللي هيجربها يكتب لي يعني عجبتكم ولا لا. حاجه كده بسيطه. هي خدت معايا الصينيه دي، خدت معايا باكوين بسكوت اللي هم الكبار دول. هرص بقى البسكوت. مكوناتها سهله جدا وحاجات كده، يعني هتقفي تعمليها مش هتكمل حاجه خالص، يعني نص ساعه وتكون عملتيها. تحطها في التلاجة، تاني يوم بقى تقطعيها بقى وتاكليها. يعني انا كنت بادئه فيها بالليل، قمت الصبح قطعتها وكانت حلوه جدا. اقول لكم خلصت. هنا بقى معايا 3 كوبايات لبن، وفي الطبق 3 كوبايات كاستر، وتلات 3 معالق كاستر قصدي، و3 معالق سكر. كوباية اللبن عليها معلقة كاستر، وعليها كمان معلقة سكر. هنا كان سكرها حلو جدا، يعني كان سكرها مظبوط جدا. انا بقول لكم 3 و3. نقلب بقى، نقلب كده على البارد لحد ما كله يدوب مع بعضه، وبعدين اقوم رافعاها على النار. انا بقى رفعتها على النار، هفضل اقلب فيها كده لحد ما القوام بتاعها يبقى كريمي كده. قلب 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 قلب. هي طول ما على النار تفضلي تقلبي فيها كده عشان ما تكلكعش معاكي، لانها هو زيها زي المهلبية بالظبط. بس قوامها بقى بيبقى ايه، يعني خفيف عن المهلبية. اللي كان بيصورني هنا يوسف، اللي كان اصلا اللي مصورني الفيديو كله يوسف، لان الستاند بتاع الموبايل اتكسر، فاستعنت بصديق بقى اللي هو يوسف، يعني هو اللي صور. اغطي كل البسكوت بالكاستر ده. حاجة سهلة كده، ولادك هيحبوها، جوزك برضك هيحبها. هي تنفع كده الكبار والصغيرين يعني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. المكون التالت بتاعنا والاخير. هنا معايا 2 جيلي، ومعايا منجتين كبار كده مقطعاهم. بصي هو حسب الكميه انت تعمليها، يعني انا ما حطيتش الجيلي كله. الجيلي اللي اتبقى عملته في اطباق، وهحطه في التلاجة للولاد، لكن
يعني انا حطيت على قد ما انا شايفة السمك اللي انا عايزاه. يعني انت عايزة تكتري الجيلي اوي فوق كتري، عايزة تخليه قليل قللي، حسب ما انت شايفة يعني وزي ما انت حابة يعني تكون عاملة ازاي. حطيت هنا كوباية ونص مية ساقعة، سخنة قصدي مغلية، وبعدين كوباية ونص مية ساقعة. دي الاول المية المغلية هدوب الجيلي كويس، وبعدين بقوم حاطة المية الساقعة. ده جيلي مانجا. بس يا جماعة الوصفة ديت، يعني الوصفة ديت انا هقول لكم بصراحة، يعني بصراحة عايزة تعمليها يبقى يعني انت عملتها بالليل تقومي تاني يوم تاكليها على طول، او مثلا تعمليها الصبح بالليل تاكليها على طول، لان البسكوت بيطرى قوي. فمستحب يعني في الوصفة دي انا بقول لكم بصراحة يعني تاكلوها يوميها. يعني انا بقول لكم على اللي انا شفته المفروض تاكل يوميها، يعني في نفس اليوم. انت مثلا عملتها بالليل فتقوموا الصبح تاكلوها، عملتها بالنهار فتقوم بالليل تاكلوها. هنا بقى رفعته على النار غلي، خد الغلوة كده، غلوة بس على النار، وبعدين هطفي بقى على النار. هنا كده كان هدي حبة بساط كده يعني، وكانت الكاستر تحت مسك في البسكوت وكان جمد. هقوم بقى نازله بالطبقات دي. الجيلة اصلا من طبق بيبقى مزز كده، كان طعمه حلو جدا. يعني هي عجبت يوسف قوي، عجبت يوسف قوي. بس هو برضو كان اللي قال لي على الملحوظه اللي هي بتاعه البسكوت دي، قال لي لازم يعني تتاكل ما تاخرش يعني البسكوت، لان البسكوت بيبقى طري قوي، فاهميني؟ هنا بقى كانت تاني يوم، سوري معلش. حط له لايكات بقى كتير، عشان انا كنت واقفه في الحر وكنت هموت، كنت هموت من الحر، والعبايه كمان اللي انا لابساها دي تقيله كمان. فحطوا له لايكات كتير بقى ودعموني. يا سلام، قلب الضعيف لا يتحمل. شايفين بقى الطبقات؟ لفاي حنين اليمة التانية عشان الطبقات تبان. البسكوت كاستر. ايه رأيكم بقى في الحلويات دي كلها؟ يلا بقى حطوا له لايكات كتير قوي قوي قوي، وجربوها مش هتندموا. بدوقها ليوسف ما يدوقش يعني، ولا كان بيصور؟ اهم حاجة بقى إيه، لو عملتوها وجربتوها قولولي. يلا باي باي.